السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ عاملين ايه في أيام المراجعة؟ نعم إن شاء الله إنها تكون أيام كده خفيفة عليكم وتجنوا ثمارها إن شاء الله قريبا يعني. ما تستخسروش نقطة تعب يا رجالة، يعني ابذلوا كل اللي عندكم، ابذلوا كل المجهود اللي تقدروا عليه. ربنا يوفقك يا رب وتحققوا كل أحلامك يا رب. إن شاء الله فيديو النهاردة على الكيمياء عام وأزهر. معانا إن شاء الله النهاردة دكتور أحمد عامر، أحلى رجالة العاشر كلهم. ربنا يبارك فيهم يا رب. الناس اللي يعني انا بحبها الصراحه، وخلقا وادبا وعلما يعني. ان شاء الله النهارده اللي هيتكلم عن كيمياء. ان شاء الله تستفيدوا منه ويطلعوا بافضل النصايح ان شاء الله، وكل حاجه انتوا عايزينها، وان شاء الله يرد على كل الاسئله اللي في دماغكم ان شاء الله. ولو عوزتوا بعد كده انا اتكلم ان شاء الله كان في اخر فيديو، حبيتوا تسمعوه تمام، ما حبيتوش خلاص اكتبوا في الدكتور، يعني هو ان شاء الله يكون كافي ان شاء الله. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. حاليا احنا بنتكلم فاضل 45 يوم من وقت نزول الفيديو ان شاء الله. فانت حاليا كطالب ازهر، طالب عام، دلوقتي انت بتخلص العضويه او خلصتها، فنصيحتي ليك ما تطلعش منها زي ما بداتها. اكيد مش هتطلع زي ما بداتها، بس اطلع فاهم كل نقطه فيها، هي كلها تعتبر حدوته كده ورا بعضها، فحبها وافهمها، وبعد كده الحفظ هيجي في الاخر بالتكرار. بس لازم 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 العضويه تبقى في جيبك. كالعام نسبتها في الامتحان بتعادل 20%، عليها تقريبا حوالي 20 درجة، واحنا برضو كده. فلازم تبقى مهتم بالعضوية جدا، بس مش معنى ده انك تسيب الاربع الابواب الاولانيين، لا، يبقى في نسبة وتناسب توازن بين المواد وكده. بس العضوية انت يعتبر لسه مخلصها، في ناس كانت بدأت على العضوية بدري، انا بتكلم عن الناس لسه دلوقتي لسه مخلصه العضويه، لسه بتخلصها، فلازم تبقى متقنها جدا جدا جدا، حال عليها كم اسئله رهيب وانت في المراجعه وفاهم يا دكتور، يعني مش موضوع احفظ وخلاص، لازم تكون فاهم لا، كويس. ما انت هتحل ازاي؟ ما انت لازم تبقى فاهم الموضوع بالذات. بالظبط. فدلوقتي اغتنم الفرصه انك لسه مخلصها، لو لسه امسك فيها مخلصها بإذن امسك الله. فيه. لو لسه بتخلص وانت بتخلص، هات من اول وراجع من اول العضويه، وما تخليهاش تجلي منك خالص. يعني لازم العضوية تبقى في ايديك ضامنها اكتر من ضامن الاربع ابواب التانيين. بالظبط. هتريحك الشهر الجاي، يعني بدل ما تقعد الشهر الجاي تذاكر العضوية بس، لا، انا مخلص العضوية وحال عليها كويس، هراجعها بس، او اخش المراجعه النهائيه مع المدرس مرتاح. هبقى داخل في بالي الاربع ابواب التانيين، اللي هو اول باب اهم حاجة فيه الحديد، ونوعا ما دلوقتي اتهضم بقى سهل. تاني باب الهرمون والمعادلات. تاني باب ما يبقاش في حاجة أصعب من المسائل، إن شاء الله يكون في فيديوهات كتير على اليوتيوب ممكن تسمع أي حد يظبطها لك. الباب التالت والرابع الاتزان والكهربية مهمين برضو، كل باب بيبقى فيه مسائل. بالظبط. فالمسائل دي مهمة، والكيمياء نوعا ما فيها حفظ شوية، فلازم تبقى برضو الحفظ فيها. الكيمياء يعتبر نظامها متغيرش، يعني 2023 2024 ان شاء الله 2025 كمان ان شاء الله. نص الامتحان كان اختياري، كان في المتناول، سهل جدا، مش اللي هو سهل جدا هتجيبه اللي هو انت مغمض، لا، حاجات مش تعجيزيه. بالظبط، هو عايز حد فاهم، بس عايز حد فاهم ومذاكر. والاسئله المقالي كان 3 اسئله، هم 5 اسئله، كان جاي منهم 3 اسئله مسائل، فده على حسب الابواب، فلازم تكون متقن برضو حته المسائل. حل كتير. العضويه كان جاي منها رسمه اللي هو بتاع كشف عن الغاز وتحضير الغازات والحاجات دي، كان الميثان والإيثان والحاجات دي، فلازم برضو تكون يعني حافظ الرسومات كويس، مبقاش فاكس للرسومات دي، عشان ممكن يجيب لك الرسم ويقول لك ده غاز ايه، او العكس يقول لك الغاز ويقول لي الرسمه. فالحاجات دي يعني لغايه دلوقتي ماشي تقليديا من زمان، يعني امتحان الكيمياء كان معروف كده، وامتحان الكيمياء بيجي سهل، بحيث ان الفيزياء مبقاش احسن حاجه، الكيمياء بيبقى حلو، والاحياء مبقاش احسن حاجه كويسه برضه. يا اما هو كده الفيزياء انت ضامن ان هي جايه وحشه فهو يلعب بقى مع الكيمياء والاحياء، يعني واحده تيجي حلوه واحده تيجي، يعني كله بيسند بعضه في الاخر، يعني ما بيجيش عليك في كل المواد. صح. فدلوقتي ايه النصيحه؟ بس لا يمنع ان الكيمياء برضه ماده ليها هيبه وعايزه حفظ واتقان كويس. بتكلم في كيمياء، انت عايز اتقان كويس. صح يا دكتور، والله كان مسابقه اول الطلبه، الراجل اللي قبلنا في سوليد وغاز، يعني فلازم تكون مركز. فدي برضه تكه اللي عايز يقفل وانت بتكتب المعادلات، لازم تهتم بالحالات الفيزيائيه دي برضه، لازم تكتبها، الوزن اللي هو يعني تبقى قايل للراجل انا فاهم عايز اخد درجه كامله. بالظبط. اللي هو انا قاعد قدامك كنت حاطط ايدي صوابع كده في عينيه، اديني الدرجه، محدش له كلمه عليك او حد ماسكك من ايدك اللي بتوجعك. برضه كواحد عايز يقفل، انت في اسئله اللي هو ترتيب التنازل التصاعدي دي في كذا باب على كذا حاجه، لازم تكون برضه متقن.
طب ايه نصيحتي ليك دلوقتي؟ انك تمسك العضويه ما تجليش منك. تاني حاجه بقى خلصت العضويه حليت عليها كويس وبقيت زي الفل، بتجيب اي حاجه من اي حاجه، تبدا المراجعات، تبدا شوف هتنزل كمراجعه تشترك اونلاين يا اما هتعتمد على نفسك. طب هعتمد على نفسي ازاي يا دكتور؟ هو كمراجعه اونلاين المستر بيبقى مظبط لك كل حاجه، هو رسم لك خطه انت وجايب لك كل بتمشي بس المصادر كل اللي عليك انك تخطو الخطوات اللي هو بقى تذاكر بس وتعمل اللي عليك وتبقى قد المسؤوليه. طبعا يا دكتور لازم نوصيه ان المحتوى اللي بينزل لازم تخلصه في يوم، ما عندكش وقت تاني. الاسبوع انت تراكم امتى بقى؟ خلاص فاضل 45 يوم بالظبط. طب انا كنت مراكم والدنيا معايا مش احسن حاجه في المراجعات هتتظبط، هو ده وقت انك تظبط الحاجه يعني سيبك من اللي انت راكبته، انت امشي مع مدرسك. بالظبط، انت كنت قلقان بقالك شهر 2 انا نسيت المعادلات الحديد، انا نسيت مش عارف، ده الوقت انك هتفتكر فيه وهيبقى اسهل من المذاكره، انت مذاكر الحاجات دي قبل كده وحلل عليه. طب انا مش مذاكر، هيبقى برضه وقت انك دلوقتي انت في حاله الستريس، فهتلاقي الدنيا معاك مش هتلاقي نفسك مش عايز انام، عايز اذاكر، عايز انجز. ده معظم الناس، غير الناس اللي ضربها طناش ده ربنا يصلح حالهم ويهديهم ويبداوا برضه لسه معاهم الفرصه برضه وما يضيعوش تعبهم طول السنه، تعب اهاليهم وضغط عصب. طب برضه نرجع الخلاصه برضه في الاخر عشان الفيديو ما يطولش. هعمل ايه كأزهر؟ خلص العضويه كويس جدا. شوف انا قلت يجي 3 مرات دلوقتي العضويه مهمه. بعد كده ابدا اراجع. انا مش هتكلم بقى كاونلاين وهنزل سنتر والحاجات دي، انا هتكلم انا قعدت في البيت اهو، عايز اوفر وقت وعايز الم الماده وهبقى قد المسؤوليه وهلتزم. هقعد اجيب كل باب هذاكره هراجعه، يعتبر هراجعه. طب انا بذاكر هذاكره، كل نقطه مهمه فيه هفهمها على قد ما اقدر واحاول اراجعها واعمل ريفريش للذاكره كده وهتيجي ان شاء الله. طب بعد ما اخلص مراجعه ومذاكره عايز احل امتحان فصل ولا حاجه، في احسن حاجه انت تحلها في الفتره حاليا كتاب الطيب مراجعه نهائي. كان الفصل الاولاني ده عامل امتحان نص الفصل وبعدين امتحان على الفصل كله، فده لامم مقالي كلام اخطر لامم كل حاجه. طبعا يا دكتور لا يمنع انهم لو كده لو عايزين الواحد يخش حاطط رجل على رجل ان هو يشترك مع مدرس سواء كان جواد او خالد صقر ويجيب الكتاب بتاعه ويعتمد عليه اعتماد كلي، صح ولا؟ بالظبط، بس متبقاش يعني انت ماشي دلوقتي الاهم في الاهم. انا عايز اظبط دنيا المقالي فاحل حاجه فيها مقال، عايز اظبط دنيا الاختياري احل حاجه فيها اختياري نوعا ما الاسئله بتاعته صعبه شويه، اللي هو ما اروح احلش حاجات تافهه لسه انا في اخر السنه عايز المهم. فانت ماشي الاهم في الاهم. دلوقتي انا براجع الفصل حليت عليه كتاب الطيب مراجعه نهائيه، عايز امشي شوامل دلوقتي بحيث على حسب مستواي في الماده، عايز اخلص الماده كلها وبعد عشان انا مش حلو قوي وابدا شوامل بعدها زي الفل. انت معاك 15 يوم وبعدين شهر، 15 يوم دول بتظبط فيهم كل المواد اللي ضايعه، الماده اللي مش مظبوطه، الماده اللي عايزه تذاكر. معايا 15 يوم دول احل عليهم من اي حته تعجبني، احل عليهم من اي حته، احل مصادر عام، احل مصادر ازهر، مفيش فرق كبير. فبعد كده الشهر بقى بعد كده هيلزمك انك لازم بتشوف الاهم في الاهم. انا عايز احل امتحاناتنا، عايز اشوف امتحاناتنا لازم احلها، لازم اشوف الاسئله جايه ازاي. عايز فضيت اخش على عام كتاب الامتحان برضو كويس، مش هروح احل على كل درس بقى، لا احل على امتحان فصل ولا حاجه امتحان كامل كده. بعد كده ابدا بقى امتحانات الشوامل. 15 يوم دول خلصوا، راجع يعتبر الكيمياء خلصت معايا، رجعت ال4 ابواب وانا كنت ماسك في العضويه كويس. ابدا بقى اشوف في حاجات لسه ما خلصتش، معاك برضو فرصه تخلصها تاني، تحل بقى تبدا تحل امتحاناتنا، امتحانات تجريبيه، امتحانات دور اول ودور تاني، تهتم بيهم وانت بتحل. يعني انت في كل المواد نصيحه، انت بتحل اي حاجه سؤال اللي هو تعرف فكرته بالراحه، انا مش بجري، افهم كويس عشان السؤال ده ممكن الاقيه في الامتحان فابقى انا اخد درجته كامله. فلازم اللي هو انت الوقت ممكن مضغوط شويه اكيد، بس تبقى فيه نوعا ما من التركيز. يعني التركيز ده يعني ممكن الناس ده اللي بيفرق بجد بعد توفيق ربنا. دلوقتي انا مركز في حاجه ورايح الامتحان فايق، ممكن اكون الكيمياء دي ما كنتش بذاكر على طول سنه كيمياء واروح ابوظ الدنيا. واحد تاني لسه يعتبر الكيمياء مش معاه احسن حاجه بس مركز وعارف هو بيعمل ايه، يقفل وهو حاطط رجل على رجل، وان شاء الله الامتحان هيجيلكوا سهل ومضمون ان شاء الله وتقفلوه كلكم. بس دلوقتي نصيحه لكل المواد، خلص اللي انا بعمله دلوقتي كويس جدا. لو لسه الناس بتخلص لسه ما خلصتش المنهج، ابدا معاهم المراجعه. عايز كسنتر انا خلاص كده اتجهت للمدرس هو يسيستم لي دنيتي، انا قعدت امسك كل فصل احل عليه اللي هو راجعه كويس وبعدين احل عليه امتحان فصل من اي كتاب يعجبك ال 15 يوم دول. بعد كده تخش على طول شوامل، ما
مفيش وقت. تستناش مفيش وقت. الحل التجريبي بس بتاعك ان انت لما توصل ل هتعرف 25/5 انت بتحضر لاول اسبوع. بالظبط. يعني انت امتحاناتك حاجه و20/5، لا امتحاناتك نص 5، بحيث ان الاسبوعين دول انا مظبط انا جاهز اخش الامتحان نص. بالظبط. والحبه الشهر ده بقى حاول تظبط نومك يبقى الحبه إن هو بتوع مش الصبح حاجة اسمها دول إن أنا اعلى. أنام بس بصحى طول لا الليل. لا انا كنت بعاني من الحته دي في كذا امتحان رحتهم مطبق، كنت يعني مش كنت الحمد لله قاعد أنا في عاد بستر الحمد ربنا لله يعني. والله. فاللي هو ظبط نومك، يعني الحاجات دي اهم من المذاكره. ظبط نومك وتركيزك يبقى عالي في الفتره دي بس مش اكتر. وامتحان الكيمياء طبعا بيبقى بقى لذيذ نبعد يعني. عن المشتتات، نبعد عن التليفون، ريلز، الكلام ده كله اكيد طبعا انت ملوش في ثانويه المفروض اصلا بالظبط. الحاجات دي يعني نبعد ملهاش من مجال. ربنا، ندعي ربنا ونبص لتعب إن شاء اهلنا كده الله. ونجيب اخرنا يعني. بالظبط. شكرا دكتور على كلامك الحلو ده، ربنا يوفقك يا رجاله يا رب، إن شاء الله. وان شاء الله توصل لكل اللي بتحلموا بيه يا رب. ان شاء الله.